يا مساء الخير عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج من كل بلد اكله. النهارده ان شاء الله قلنا هنعمل اكلات كده حلوه وخفيفه وكمان حلوه جدا وبتكاليف كمان قليله ومتواجده عندنا في كل بيت. النهارده هنعمل مع بعض المقلوبه الفلسطينيه، هنعملها بالدجاج احتفالا بقى طبعا براس السنه. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير، وان شاء الله السنه الجديده كل اللي محققش حاجه السنين اللي فاتت او السنه اللي فاتت ان شاء الله يحققها السنه الجايه باذن الله. النهارده هنعمل مع بعض المقلوبه الفلسطينيه بالدجاج. تعالوا بينا نخش على طول فيها علشان هي بتاخد وقت، فاحنا طبعا عشان ما نتاخرش هنقول اول حاجه بسم الله. حله كده هنحط فيها الماده الدهنيه بتاعتنا الزيت. عندي بقى المقلوبه دي ممكن تتعمل باللحمه او بالفراخ زي ما احنا هنعملها النهارده. مجرد ما الزيت بتاعي هيبدا يسخن هبدا بعد كده هنزل ببصل مكعبات. عندي المقادير بتاعت المقلوبه بتاعتنا عقبال ما الزيت يسخن شويه. بصل مكعبات، بهارات اللي هي الكبسه، وعندي بابريكا، فلفل، ملح وصلصه، وعندي حبهان مطحون، ليمون اللي هو اللومي اللي هو الجاف، شطه حسب الرغبه، كاري، طبعا الرز، وعصير طماطم. وعندي بقى طبعا الطماطم، وعندي بصل، بتنجان، بطاطس، والفراخ بتاعتنا. ديت مقادير الكبسه بتاعتي. هبدا بعد كده هنزل بالبصل. انا مش عايزه البصل طبعا ياخد لون او يتحمر الكلام ده كله، لا، مجرد ان البصل بتاعي يبدا يدبل. والبصل بتاعي اول ما نزلت بيه هنزل معاهم بفصين توم صحيح كده زي ما احنا شايفينه، مش مفروم ولا اي حاجه، يديله بس الريحه بتاعته. طبعا انت ممكن تعملي المقلوبه ديت بالفراخ زي ما احنا قلنا، باللحمه بقى الضاني او بالموزه، يا سلام لو في كمان ريش تبقى جميله. يعني الحاجه ديت حسب ما انت تحبي. هقلب البصل بتاعنا كده، وطبعا قبل الهوا زي ما احنا شايفين عندي بطاطس شرايح، بتنجان شرايح، البصل حلقات، طماطم، كل ده متشوح طبعا لان ما كنتش هلحق اعمل كل ده على الهوا لان معاكم الوقت ما بحسش بيه. فكل ده مع زيت كده بياخد تشويحه بيطلع اللون زي ما احنا شايفين كده، وبسيبهم بقى على جنب علشان نبدا نرص الحله بتاعتنا. هبدا اعمل ايه؟ اول حاجه هعملها هنزل بالفراخ بتاعتي. طبعا الفراخ زي ما احنا شايفينها كده انا مقطعاها صغير خالص علشان تبقى حلوه كده في الاكل، وعلشان كمان ما تاخدش معايا سوا جامد. وكل ما الفراخ بتبقى صغيره كل ما بتبقى اسهل لك انت كمان في العمايل. اول ما ابدا احس ان الفراخ بتاعتي بدات تاخد لون من تحت هبدا هحطها هقلبها على طول على الناحيه التانيه، وهبدا انزل طبعا ببقيه البهارات بتاعتنا او التوابل بتاعتنا. بجد وصفه حلوه جدا وطبق مفيد في البتنجان. طبعا البتنجان مفيد جدا للانيميا، مفيد للسرطان، مفيد لضغط الدم. طبعا الطماطم كمان كلنا عارفين ان هي مفيده جدا للنظر. عندنا البصل ده لوحده يعني ضد للبرد والكلام ده كله. عندنا طبعا داخل فيها البطاطس نشويات، داخل فيها الفراخ، يعني طبق مكمل غذائي حلو جدا. طبعا انا ما بسويش الفراخ، هي بس مجرد ان هي تبدا تاخد لون كده من تحت ببدا اقلبها على طول. شايفين دلوقتي الفراخ بتاعتي لونها اتغير زي ما احنا شايفين كده. طيب هنبدا بقى نعمل ايه؟ هنسمي الله وهننزل بالبهارات بتاعتنا اللي عندنا. بهارات الكبسه والبابريكا وفلفل. طبعا احنا حاطين ميه طبعا تغلي على النار علشان تساعدنا كمان في التسويه. وحبه ملح صغيرين مش كتير عشان لسه طبعا هملح الرز بتاعي بعد ما ينزل. حبهان مطحون، الليمون اللي هو الجاف، كاري، سنه شطه مش كتير. لو عندك الفلفل اللي هو الحار ده مفيش مشاكل، ممكن تحطي حبه تستغني عنها خالص، مفيش مشاكل برضو ممكن تشيليها. هندي كده للفراخ بتاعتنا تقليبه مع البهارات اللي احنا حطيناها، وهنزل على طول بالصلصه بتاعتي. حابه انت تستغني عن الصلصه وتحطي بدلها زعفران، بودره زعفران، برضو مفيش مشاكل. يعني لو انت مش حباها تطلع حمرا وحباها تطلع مقلوبه بتاعتك صفرا يبقى تستغني عن الصلصه. هبدا طبعا الميه سخنه
هحط كده ميه على الفراخ، وكده الفراخ بتاعتي طبعا هعلي عليها النار وهسيبها لغايه لما الميه دي تتشرب واحس ان الفراخ بتاعتنا بدات تستوي. هنشوف مع بعض احنا هنعمل ايه تاني. دي اول خطوه بالنسبه للمقلوبه بتاعتنا. هنسيب الفراخ كده تعيش مع نفسها علشان هنمشي حاجه حاجه كده بالترتيب عشان تطلع معاكي طبق يعني بعد كده محدش يتكلم عليه خالص. مجرد بس ما احس ان هي بدات شويه الميه تقل هبدا انزل على طول بعصير الطماطم بتاعي. هجيب بقى حله بتاعتي، اهم حاجه طبعا الحله ما تكونش بتلزق. هعمل دلوقتي هظبط الحله بتاعتي وهركنها خالص، هتبقى على التقديم بقى في نهايه الحلقه. عندي حبه زيت هحطهم في الحله من تحت، وهمسح الحله كويس جدا من تحت كده ومن الجناب زي ما احنا شايفين. هنعمل بسم الله زي ما احنا شايفين كده. البتنجان انا حمرته بنفس اللون كده، هعمل كده همشي على الحله بتاعتي بالبتنجان داير ما يدور. ده منظر الحله زي ما احنا شايفينه كده داير ما يدور. هبدا بعد كده هحط الطماطم بتاعتي من تحت، هحط برضو شرايح البطاطس حبه بس كده لان هحتاج برضو حبه كمان هنحطهم كده زي طبقات. ادي كده بالنسبه للحله بتاعتنا، هي جاهزه دلوقتي على طول على التقديم. شايفين بقى لون الفراخ عامل ازاي حلو جدا، واخد كل البهارات اللي احنا حطيناها كده. انا شلت الفراخ بنفس البهارات ونفس الحاجات اللي احنا حطيناها هنا. هبدأ بعد كده هنزل بالرز البسمتي بتاعي، هياخد طبعا تسويته وهشوفه لو محتاج ميه هزود، مش محتاج ميه مفيش مشاكل عشان ايه ما يعجنش مننا. بسم الله. هديله بقى تقليبه زي ما احنا شايفين اهوت. الرز بدأ الميه بتاعته تتشرب، اهم حاجه نفرد الرز كويس ونضغط عليه كويس جدا عشان يطلع ان شاء الله يعني في الاخر الشكل اللي انا بتمناه ان انا اوريه لكم. اوكي اوكي. ادي اول طبقه زي ما احنا شايفينها كده. خلاص هضغط كويس جدا وهبدأ هرص الفراخ بتاعتي طبعا. في بصل احنا سايبينه، هنزل فوق الفراخ بالبصل بتاعي وهكمل بقيه الطبقه التانيه. نقرب تاني اتاكد بس ان الفراخ بتاعتي مش على الطروف. وكده تمام. ادي كده الحله بتاعتنا. هنشيل بقى الرز، واهم خطوه بقى الخطوه اللي جايه انك تضغطي على الرز جامد علشان وانتي بتقلبيها ان شاء الله يعني باذن الله ما يفكش معانا. هسيبها بس تهدى شويه كده علشان اعرف اقلبها وان شاء الله ما تفكش معانا، عشان عايزه الشكل اللي انا على طول متعوده ان انا اعمله كمان في البيت. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. ما عملناش اي حاجه خالص غير ان احنا قلبنا الحله بس، ودي كانت طبعا شكلها النهائي طبعا علشان طبعا راس السنه، فهنحب نعمل طبعا كده اكنها ايه يعني تورته عشان هي شبه التورته شويه. تمام.
اهي، وليمون بقى كده من الجناب. مش شرط عشان طبعا ليلة رأس السنة نعمل تورتة نعمل الكلام ده كله، شغال برضو. ممكن نعمل رز كمان ملون نعمله تورتة وحاجة، يعني نعمل حركات كده حلوة جدا. تمام كده، ايه رأيكم بقى في الشكل؟ بجد يا ريت